رجل قاطع أخته 15 عاما، قاعد في يوم 27 رمضان بعد صلاة المغرب، أصدقائه اللي قاعدين معاه بيقولوا له أما آن الأوان أن ترجع إلى الله. قال لهم أنا مع الله. قالوا له ينفع 15 رمضان يعدوا عليك وانت قاطع أختك يا مسكين؟ لا لا، 15 سنة وتقول قاعد مع الله يبقى أختك. قال أنا هروح الليلة دي أصالح أختي، هطلع من صلاة القيام، من صلاة التراويح هروح لأختي. ماشي، بس إن كنت هتروح عشان خاطرنا احنا ما تروحش. قال لا، أنا أروح عشان خاطر الله، مرضات الله. أختي ينكسر ضلعي ولا ينكسر خاطر أختي. تخيل، صلى التراويح وخبط على باب أخته 15 سنة ما شافهاش، 15 سنة مقضحها، 15 سنة. كل ما تيجي أخته مكسورة الجناح يا عيني هي اللي تيجي وهو اللي يطردها. 15 سنة خبط عليها، بعد 15 سنة هتطرده زي ما طردها؟ هتهينه زي ما أهانها؟ هتقول له ابعد عني زي ما قال لها ابعد عني؟ فإذا تفتح الباب تلقى أخوها، والله العظيم تفتح دراعاتي وتقول له تعال في حضني يا أخوي واد أمي وأبوي. اسمع، بكت وهو بكى، أنا جاي لك لله وسامحيني مسامحاك ما دام أنت جيت وجبرت بخاطري. شوف الأخت عايزة جبران خواطر، الأخت عايزة كلمتين حلوين. صلة الرحم أن تصل من قطعك، أن تصل من قطعك. قعد في الصالون، قالت له يا أخوي أعمل لك كوباية شاي، فطرت ولا ما فطرتش، كلت ولا ما كلتش؟ شوف الحنان، أعمل لك كوباية شاي. راحت تجيب الشاي، طلعت بكوباية الشاي لقيته حاطط ايده على خده ومغمض عينيه. اصحى يا اخويا انا جبت لك الشاي. شوف، هو رايح في طاعة الله، رايح يصل الرحم. مين يصحى ومين يقوم؟ صاحب الامانة خد امانته، انا لله وانا اليه راجعون. يا اخوي فين اخوك؟ اخوك مات على طاعة، اخوك مات على صلة رحم. اقسم بالله العظيم في بلد من البلاد ذهبت للعزاء، والله ذهبت للعزاء في رجل قد بلغ 70 من العمر. قالوا لي يا مولانا ما تدخل على اخوه عنده 72 سنة تقول له تعال اقعد في جنازة اخوك قعاد بس. يا مولانا ليهم 40 سنة متخاصمين، 40 سنة متخاصمين، مرضيش يطلع وراه، مرضيش يصالحوا بعض، مرضيش يكلموا بعض. طب مات، روح القى عليه نظرة الوداع، لا. طب غسل اخوك، لا. كفن اخوك، لا. صلي على اخوك، لا. ادفن اخوك، لا لا. والله الذي لا اله الا هو بعد ايام قلائل ياتي خبر الاخ الثاني مات اللي عنده 72 سنة. 2 ماتوا هم كارهين بعض، 2 ماتوا وهم على غير طاعة لله. والله الدنيا لا تساوي شيء.